منظومة التزييت في المحرك. تتلخص وظيفة منظومة الزيت في المحرك في تخفيف الاحتكاك بين الأجزاء العاملة، وذلك لتقليل التآكل الناتج عن الاحتكاك، وبالتالي زيادة عمر هذه الأجزاء. والسؤال الآن هو: كيف تؤدي هذه المنظومة عملها؟ عندما يبدأ المحرك بالعمل، تبدأ مضخة الزيت المتصلة بعمود المرفق بالدوران وسحب الزيت من خزان الزيت في المحرك وضخه إلى الأجزاء اللازم تزييتها. تبدأ المضخة أولا بضخ الزيت إلى مصفي الزيت لتنقيته، ومنه عبر ممرات الزيت في عمود المرفق إلى مناطق الاحتكاك بين عمود المرفق وأعمدة المكابس. بعدها ينتقل الزيت عبر ممرات في عمود المكبس حتى يصل إلى مناطق الاحتكاك بين عمودي المكبس الأفقي والعمودي، ومن ثم إلى مناطق الاحتكاك بين المكبس وإسطوانة غرفة الاحتراق. بعدها وبفعل أطواق الزيت المثبتة على المكابس، يعود الزيت ويسيل إلى خزان زيت المحرك عند نزول المكبس إلى أسفل. وتقوم المضخة أيضا بإيصال الزيت عبر ممرات الزيت إلى مناطق الاحتكاك بين الكامات وصمامات الدخول والخروج، ومن ثم يعود الزيت عبر ممرات أخرى إلى خزان الزيت ليبدأ دورته من جديد.